السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي مقاتلين الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي الفل. النهاردة يا جماعة هناخد قصة جديدة وحكاية وسهرية. هناخد الدرس الثاني تاريخ في الوحدة الرابعة، درس بعنوان روائح حضارتنا الإسلامية في النظام الاقتصادي والاجتماعي. ولكن قبل ما اتكلم في أي حاجة ولا انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا. قال لك اهتم المسلمين الأوائل على إنشاء نظام اقتصادي متماسك. ليه؟ عشان نعرف كل جنيه جاي من الدولة الإسلامية جاي منين، وكل جنيه هيتصرف من الدولة الإسلامية هيتصرف على إيه. ففي شخص أنت بتحبه جدا اسمه عمر ابن الخطاب أنشأ ديوان اسمه ديوان بيت المال. عمل ديوان بيت المال ليه بقى؟ أقول لك بسبب اتساع الدولة الإسلامية وتعدد إيراداتها ومصروفاتها. يعني إيه الكلام ده؟ الدولة الإسلامية يا جماعة كبرت أو وسعت جدا جدا جدا، بقت في فلوس كتير قوي جاية للدولة الإسلامية، وفي فلوس هتتصرف من الدولة الإسلامية على حاجات برضو إسلامية. فكان لازم نعمل بيت اسمه بيت المال عشان الفلوس اللي جاية دي نعرف جاية منين ونحفظها، وبرضه نعرف هنصرفها على ايه. ده سؤال مهم. بما تفسر انشاء عمر بن الخطاب لبيت المال. عمل بيت المال ليه بقى؟ بسبب اتساع الدولة الإسلامية وتعدد ايراداتها وايه ومصروفاتها. طيب بص بقى، تعال نتكلم عن الايرادات والمصروفات. كلمة ايرادات يعني ايه؟ يعني الفلوس اللي جاية من جهات زي ايه بالظبط. اسمع يا معلم، عندي 6 جهات. عندي اول حاجة الزكاة، وبعد كده عندي العشور، وبعد كده عندي الركاز، وبعد كده عندي الخراج، وعندي الجزية، وعندي الغنيمة. تعال نشوف ايه دي وايه دي وايه دي وايه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة، طبعا انت اكيد عارف ان الزكاة دي فريضة فرضها الله على كل مسلم قادر ليعطيها للفقراء والمساكين. هي ايه دي بقى الزكاة؟ السؤال يجي لك يقول لك ايه بقى؟ اكتب ما تشيلها كل عبارة. ركن من اركان الاسلام فرضها الله على كل مسلم قادر ليعطي للفقراء والمساكين. بتكلم كده على ايه بقى؟ على طبعا الزكاة. برافو عليك. طيب بعد كده هتكلم عن الخراج. ايه الخراج ده؟ اقول لك بقى، فاكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الخيبر عمل مع يهود خيبر ايه؟ احكي لك لانك انت اكيد ناسي. بص يا باشا، دي غزوة كانت في منطقة اسمها خيبر، وخيبر دي كانت مركز ل4 حاجات: المؤامرات والدسائس والغدر والخيانة، وكانت المأوى يعني المكان لمثير الشغب من اليهود. سيدنا محمد راح يحاربهم، ولكن استسلمت كل حصون خيبر. سيدنا محمد بقى يعمل معاهم ايه؟ يقتلهم، يشنقهم، يحرقهم؟ لا 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 لا، ولا حاجة من دول. امال ايه بقى؟ عفى عنهم وابقى عليهم في اراضيهم. قال لهم اقعدوا في ارضكم، حلو، ازرعوا فيها مقابل تأدية نص المحصول بتاعكم للمسلمين. دي بقى اسمها الخراج. يبقى الخراج هي ايه؟ قال لك ضريبة تفرض على كل ما تنتجه الارض الزراعية من منتجات زراعية، وكانت بتحدد حسب جودة المحصول نفسه. فهنا يجي لي سؤال، اكتب ما تشيلها كل عبارة. ضريبة كانت تفرض على كل ما تنتجه الارض الزراعية من محاصيل زراعية، كده بسميه ايه؟ الخراج. حلو قوي. بعد كده عندي الجزية. ايه الجزية دي بقى؟ اقول لك مبلغ من المال يؤخذ من اهل الذمة. يا دي النيلة، من اهل الذمة دول؟ انا خلصت من الجزية عشان اخش على اهل الذمة. اقول لك اهل الذمة دول اللي هم اليهود والمسيحيين. تمام، بيبقى مبلغ من المال يؤخذ من اهل الذمة. ليه؟ اتاوة؟ فردة يعني؟ بلطجة؟ لا يا اخويا، مش فردة ولا بلطجة ولا اتاوة. امال ايه بقى؟ قال لك مقابل حمايتهم. الراجل اليهودي او المسيحي ده مش هيخش يتجند في الجيش، فبالتالي انا اللي هتجند في الجيش، وانا اللي يعني هستشهد في سبيل الله. فبالتالي يا جماعة هاخد منك فلوس عشان احمي تجارتك واحمي بيتك واحمي ولادك والحاجات دي كلها. ولكن
كان بيعفى من دفع الجزيه مين بقى؟ الرهبان اللي قاعدين بس في الكنيسه كده ما بيعملش حاجه غير ان هو بيتعبد بس، يعني واهب حياته لخدمه الرب، تمام، بيتعبد. وهيعفى منها طبعا الاطفال والنساء وطبعا الشيوخ، الناس اللي هم الكبار في السن. يبقى الجزيه هو مبلغ من المال يؤخذ من اهل الذمه مقابل حمايتهم في الدولة الإسلامية، ويعفى منها الرهبان والنساء والأطفال وكمان اللي هم غير القادرين. حلو قوي. تعال نتكلم بقى على العشور. كلمة عشور يعني إيه؟ قال لك عشور دي ضريبة من المال، أو يعني مال يؤخذ من بضائع التجار غير المسلمين مقابل أو نظير مرور تجارتهم على حدود الدولة الإسلامية. يعني ايه؟ يعني شخلل عشان تعدي. لا مش فاهم الحته دي. اقول لك يا باشا، دلوقتي انت هتعدي قدام بيتي فاديني جنيه عشان تعدي، فنفس الكلام بالظبط. قال لك العشور هي ضريبه تؤخذ من بضائع التجار غير المسلمين نتيجه او مقابل او نظير ايه؟ نظير مرور تجارتهم على حدود الدوله الاسلاميه. دي بنسميها ايه؟ بنسميها العشور. العشور. حلو قوي. بعد كده عندي حاجه اسمها الركاز. ايه الركاز دي يا مستر؟ ايه الكلمه اللي شكلها غريب دي؟ اقول لك يا باشا، الركاز دي ضريبه بتؤخذ من اي راجل يشتغل في عمليه التعدين. تعدين خدناها في الجغرافيا اللي هو استخراج المعادن. ايوه، لو في واحد من المسلمين شغال في التعدين، استخراج المعادن، يعني بيستخرج من باطن الارض الذهب، الفضه، النحاس، الحاجات دي كلها. المفروض ان الراجل ده اكيد 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 غني، فبناخد منه ضريبه اسمها الركاز. يبقى الركاز ضريبه بتفرض على كل ما يخرج من باطن الارض من معادن، زي ذهب، زي نحاس، زي فضه وغيره وغيره وغيره. بنسميها الركاز. اخر حاجه عندنا رقم 6 الا وهي الغنيمه. طبعا انت عارف غنيمه يعني ايه؟ كل ما يحصل عليه المسلمين من الفتوحات الاسلاميه، يعني من مكاسب في الحرب. انا حاربتك وكسبتك، اخد كل الذهب اللي معاك والموبايل اللي معاك والفلوس اللي معاك وكل الحاجه اللي معاك. يبقى الغنيمه قال لك هو كل ما يحصل او يحصل عليه المسلمين من مكاسب في الفتوحات الاسلاميه. كده احنا خدنا 6 جهات. الجهات دي اللي باخد منها الفلوس بحطها لبيت المال. بنصرفها على ايه بقى يا معلم؟ بقى المصروفات. تابع معايا. مصروفات بيت المال بنصرف الفلوس دي على ايه؟ بص يا معلم بقى، اول حاجه قال لك الفقراء والمساكين والمحتاجين وذو الاحتياجات الخاصه. ناس الفقراء التعبانه ليهم راتب شهري من بيت المال. يبقى اول حاجه الفقراء والمساكين والمحتاجين وذو الاحتياجات الخاصه. 2 قال لك رواتب الموظفين بالدوله، الناس اللي شغالين جوه ديوان بيت المال، جوه ديوان الجند وديوان الخراج، دول هياخدوا فلوس منين؟ اكيد من بيت المال. فتاني حاجه قال لك رواتب الموظفين بالدوله. تالت حاجه قال لك الجيش والاسطول، لما احتاج اشتري اسلحه، اشتري سيوف وحاجات زي كده، ولما احتاج اصلح الاسطول بتاعي اصلحه ازاي؟ طبعا يا جماعه من بيت المال. فبرضه تالت حاجه الجيش والاسطول. رابع حاجه قال لك انشاء المؤسسات التعليميه والصحيه. تعليميه زي ايه؟ زي الكتاتيب، الكتاب اللي انت دلوقتي بتسميه دار لتحفيظ القران الكريم، الكتاب او جماعه بقى كتاتيب، زي المدارس، زي الجامعات والمساجد. ولكن بقى الصحيه زي ايه؟ المستشفيات. يبقى انشاء المؤسسات التعليميه والصحيه. تعليميه زي ايه؟ الكتاتيب، المساجد والمدارس والجامعات. ولكن الصحية زي المستشفيات. وكده عرفنا مصروفات بيت المال، يعني الفلوس دي بتتصرف على ايه. تعال اقول لك بقى العملة اللي كانت موجودة ساعتها، وبعد اذنك ركز معايا لان بعد الحتة دي هسألك سؤال مش هتعرف تجاوبه. بص بقى، ايام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا بيتعاملوا بالعملة الايه بقى؟ قال لك الدينار البيزنطي او الدرهم الفارسي. الدينار البيزنطي ده كان من الذهب، والدرهم الفارسي ده كان من الفضة. اقول تاني، ايام الخلفاء الراشدين ما كانش فيه عملة اسلامية، امال كان ايه بقى؟ كانوا بيتعاملوا بالدينار البيزنطي او الدرهم الفارسي. الدينار كان من الذهب، اما الدرهم الفارسي كان من الفضة. ولكن في عصر الدولة الأموية ايه اللي حصل بقى؟ في خليفة أموي اسمه
عبد الملك بن مروان ده اللي ضرب العملة الإسلامية اللي خدناها في الدرس الأول. عمل يا جماعة عملة إسلامية كده فيها إيه بقى؟ الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وفي النص كده اسم الخليفة. ده في أيام مين؟ الدولة الأموية، اللي هو عصر مين يعني؟ عبد الملك ابن مروان. يبقى السؤال بقى، ظهر التعامل بالعملات التجارية في عصر نقط الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، العباسية، ولا الفاطمية؟ ها، الخلفاء الراشدين. ليه يا مستر؟ لأن أنا ما قلتلكش العملة الإسلامية، أنا بقول لك عملة بس. أنا قلت لك ظهر التعامل بالعملة فقط، ده في عهد مين؟ الخلفاء الراشدين. اما لما اقول لك بقى ظهر التعامل بالعمله الاسلاميه، ده في عهد مين؟ عبد الملك ابن مروان، اللي هو يعني الدوله الامويه. دلوقتي هنتكلم عن الانشطه الاقتصاديه بقى. لما اقول لك كلمه اقتصاد يبقى هتكلم على ايه؟ على زراعه، صناعه، تجاره. تعال الاول نتكلم على الزراعه، بس احب اقول لك ان دي بصراحه مش مهمه، بس تعال نتكلم عليها. اسمع بقى، قال لك اهتم المسلمين بالزراعة ازاي؟ عن طريق حفر الترع وانشاء القنوات وانشاء الجسور واستصلاح الاراضي الزراعية وحاجات زي كده. وقال لك ان تنوع المناخ ادى لتنوع المحاصيل. هل الكلام ده كله يا مستر مهم؟ بصراحة بيني وبينك لا. طيب نخش بقى على الصناعات. انا عندي يا جماعة 8 صناعات. اول صناعة عندي هي الصناعات الفخارية. صنعنا بها ايه؟ قال لك الاواني الفخارية. طيب تاني صناعة عندي الصناعات المعدنية، المعادن زي الحديد، نحاس، ذهب وغيره. عملنا بيه ايه؟ قال لك عملنا بيه الاسلحة والاواني وادوات الزينة، اللي هو زي الحلق، زي العقد، زي الاساور، الغوايش، الحاجات دي كلها. تالت حاجة الصناعات الخشبية. عملنا منها ايه؟ اهو الابواب، وكمان الاساس بمختلف انواعها، زي المقاعد، زي الاسره اللي هي السراير يعني، زي الدولاب الخشبي وحاجات زي كده كتير. جميل جدا. ورقم 4 الصناعات الغذائيه. عملوا ايه بقى؟ قال لك مثل عصر الزيوت. صنعوا ايه؟ عصر الزيوت. كانوا مثلا بياخدوا السمسم يعصروه يطلع زيت، عصر الزيوت. وتجفيف الفاكهه والخضروات. تجفيف يعني ايه بقى؟ يعني بشيل من الفاكهه والخضروات كل السوائل اللي فيها عشان تعيش معايا فتره او مده اطول. زي ايه؟ اقول لك، تعرف ان الزبيب ده كان عنب بس اتجفف، شلنا منه كل السوائل. شفت بقى؟ فكلمة تجفيف يعني ايه؟ يعني بشيل من الفاكهة والخضروات كل السوائل اللي موجودة فيها. يبقى الصناعات الغذائية. وبعد اذنك ركز لي قوي 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 على دي، ركز لي على دي. عندي 8 صناعات، المهم 2 بس. اولهم الصناعات الغذائيه، زي صناعه ايه؟ عصر الزيوت وتجفيف الفاكهه والخضروات. طب عندي الصناعات الزجاجيه. قال لك تم صناعه الزجاج من الرمال البيضاء في الصحراء. من الايه؟ من الرمال البيضاء في الصحراء. جميل جدا. طيب بعد كده عندي الصناعات الكيميائيه، اللي هو التفاعلات الكيميائيه، وده برضو مهم. ده برضو مهم. عملنا من الصناعات الكيميائية ايه بقى؟ حاجتين. عملنا العطور، وكمان يا باشا عملنا الصابون. الايه؟ العطور، وكمان عملنا الصابون. يبقى الصناعات الكيميائية مثل نقط ونقط، العطور، وكمان الايه؟ الصابون. رقم 7 هي الصناعات الجلدية. عملنا منها ايه بقى؟ قال لك عملنا منها الوسائد يعني المخدات، وكمان السيور، الحزام اللي هو بتربطه على البنطلون ده، او ده من الجلد. واخر حاجة عندي من الصناعات صناعة المنسوجات. قال لك المنسوجات كانت يا اما من القطن او الحرير. يبقى الصناعات القطنية او اللي هي الايه؟ الحريرية، اللي هو الحرير يعني. اركز على ايه؟ على 2 بس، صناعات غذائية وصناعات الكيميائية. ركز لي على دول فقط لا غير، بس الباقي اقرأه يعني. دلوقتي نتكلم بقى عن التجارة. اتكلمنا عن الزراعة والصناعة، دلوقتي نتكلم على ايه؟ على التجارة. قال لك برضو التجارة كانت مزدهرة جدا جدا جدا. ليه؟ بسبب ازدهار الزراعة والصناعة. تقول لي ايه علاقة ده بده بده؟ اقول لك، طالما في قطن بيتزرع هيبقى في تيشيرت هيتصنع، هاخد التيشيرت دوت اتاجر بيه. يبقى ازدهار التجارة ادى الى ازدهار ايه؟ او بسبب ازدهار ايه؟ بسبب ازدهار الزراعة
وبسبب ازدهار الايه؟ الصناعه. رقم 2 قال لك انشاء الاسواق والخانات، يعني الاستراحات يعني، والاساطيل البحريه التجاريه اللي بتاخد البضاعه تروح تتاجر بيها لبلد تانية. رقم 3 قال لك اصلاح الطرق التجاريه، الراجل التاجر هيجيب بضاعته من هنا لهنا هيمشي مؤمن والطريق حلو زي الفل ومتمهد و100 فل و14. وكمان قال لك ايه بقى؟ تمسك التجار بالاخلاق الاسلاميه والمبادئ الإسلامية في البيع والشراء. ركز معايا ركوزة صغيرة. ده أدى إلى إيه؟ التجار كانوا بيبيعوا التجارة بتاعتهم بمنتهى يعني الصدق والأمانة والإخلاص. ده أدى إلى إيه بقى؟ قال لك أدى إلى دخول الكثير من الناس في الإسلام. أروح أشتري منك حاجة ألاقيك بتبيع يعني بالظبط، لا أنت حرامي ولا أنت غشاش ولا أي حاجة. فاقول لك انت على دين ايه؟ تقول لي انا على دين الاسلام. يروح قايل ايه بقى؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شفت بقى؟ يبقى نتائج مترتبه على اتباع التجار المسلمين المبادئ الاسلاميه زي الصدق والامانه. ادى لايه بقى؟ ادى لدخول الكثير في دين الله، او دخول الكثير من الناس الى الاسلام. وبيقول لك ان انا عندي نوعين من التجاره، تجاره داخليه وتجاره خارجيه. الداخليه هي حركه البيع والشراء داخل المدن الاسلاميه، اما الخارجيه حركه البيع والشراء مع الدوله الاسلاميه والدول المجاوره لها. كده اتكلمت عن النظام الاقتصادي. تعال نتكلم بقى عن الحياه الاجتماعيه. قال لك المجتمع كان منقسم الى 3 فئات. عندنا العرب، عندنا الموالي، عندنا اهل الذمه. عرب، موالي، اهل الذمه. العرب دول هم اصل الدوله الاسلاميه، وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى ليه؟ لحمل الدعوه الاسلاميه الى الناس وتبليغها يعني الى الناس. طيب ليه العرب؟ ليه مش الروم؟ ليه مش الفرس؟ ليه يعني اي حد غير العرب؟ اقول لك بقى، لان العرب دول ليهم صفات واخلاق حميده. هنا يجي لي سؤال، اكتب ما تشيلها كل عباره. اصل الدوله الاسلاميه واختارهم الله لحمل الدعوه الاسلاميه الى الناس. مين؟ العرب. طيب النوع الثاني او الطبقه الثانيه او الفئه الثانيه مين؟ قال لك الموالي. مين الموالي دول؟ هم الذين دخلوا الاسلام من غير العرب. واحد دخل الاسلام بس هو مش عربي. زي مين؟ مثلا زي سلمان الفارسي اللي حط الخطه لحفر الخندق حول المدينه. زي مثلا بلال الحبشي اللي كان مؤذن سيدنا محمد. زي مثلا صهيب الرومي. يبقى عندنا اكتب ما تشيلها كله عباره. دخلوا الاسلام من غير العرب. اقول له ايه بقى؟ اقول له الموالي. ودول الاسلام ما كانش بيفرق منهم خالص، يعني ما فيش فرق بين عربي او واحد من الموالي الا بالتقوى والعمل الصالح. كان كله يا جماعه عايش في ظل الدوله الاسلاميه سواسيه، كلنا واحد، مفيش حد اعلى من حد. طيب الفئه الثالثه قال لك اهل الذمه. اهل الذمه اللي هم مين؟ خدناهم من شويه، اللي هم المسيحيين واليهود، او يعني اليهود والنصارى. النصارى دول اللي هو يعني مسيحي، الذين ظلوا على دينهم بعد نشر او بعد انتشار الدين الاسلامي. يعني برضو اليهود والمسيحيين اللي ظلوا على دينهم بعد نشر الدين الاسلامي، دول بنسميهم ايه؟ اهل الذمه. وقال لك دول كان برضو ليهم حقوق وكان برضو عليهم واجبات زي المسلمين بالظبط، وتعايش الجميع في حب وسلام ووئام. اديك مثال لو مش مصدقني، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة وكان فيها يهود، عمل معاهم ايه؟ قتلهم، شنقهم، حرقهم؟ لا، امال عمل معاهم ايه بقى؟ كتب معاهم ايه؟ صحيفة المدينة اللي احنا كنا بنسميها عندنا في التاريخ دستور المدينة. واخر حاجة عندي قال لك دور المرأة في الاسلام. يا جماعة، هي المرأة دي كانت عايشة زمان كده مهمشة؟ طبعا لا. الاسلام عزز المرأة وكرمها تكريم يعني جامد جدا. دلوقتي المرأة بتتمتع بحقوق كتير قوي. زي ايه؟ حق التعليم، حق العمل، حق التملك، تمتلك ارض، تمتلك بيت، تمتلك محل، حاجة زي تمتلك حاجة يعني. واخر حاجة حق ابداء الرأي، تقول رأيها. شفت؟ يبقى يا باشا دلل، تمتعت المرأة في المجتمع الاسلامي بكثير من الحقوق، حيث اصبح من حقها ايه؟ العمل، تشتغل، حق التعلم، تتعلم، حق التملك، تتملك اي حاجة، واخر حاجة حق ابداء الرأي. وعندنا يا باشا بعض الشخصيات المضيئة في الدولة الإسلامية زي مين؟ السيدة خديجة بنت خويلد اللي هي زوجة سيدنا محمد، السيدة عائشة اللي هي زوجة برضه سيدنا محمد، السيدة
الصحابيه الجليله ام عطيه الانصاريه اللي كانت بتطلع مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الغزوات. كانت بتحارب معاه؟ لا. امال كانت ايه بقى؟ كانت بتعمل الطعام للناس المحاربين. اسمها ايه؟ اسمها ام عطيه الانصاريه. طيب وبعد كده عندي السيده زبيده اللي هي زوجة هارون الرشيد. وبيقول لك ان كان المجتمع الاسلامي مجتمع متماسك جدا، بيسوده الحب والتآلف والرحمه والمحبه بين جميع الناس. كل دول عاشوا في الدوله الاسلاميه امنين مطمئنين. كده خلصنا الدرس الثاني عندنا في الوحده الرابعه، درس روائع حضارتنا الاسلاميه في النظام الاقتصادي والاجتماعي، كله كامل مكمل. مستني رايك، مستني ردك في الكومنت. انا اسف اتاخرت عليك، ولكن والله مشغول شويه. انا حتى دلوقتي برضو اهو بسجل حالا دلوقتي في نهار رمضان، والله صايم وتعبان والله. ولكن ان شاء الله التعب ده كله مش هيروح على الارض. ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.